السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. صينية النجريسكو الرهيبة بكل تركاتها وتفاصيلها زي ما بنشتريها من بره بالظبط وأحلى كمان، لأننا عاملينها بعناية وحاطين كل المواد أصلية وطبيعية وطعمها يجن. غرقانة كده في البشاميل. المكونات بتاعتها حلوة قوي وكلها خضروات. ومش هنستهلك فيها كمية كبيرة من الفراخ. صدر فرخة أو صدرين فراخ بيعملوا لنا أحلى صينية نجرسكو. اما الخضار فمعانا فلفلايه خضراء، فلفلتين اخضر، فلفلايه حمراء، وفلفلايه اصفر، وبصلايه بيضه كبيره. اختاروا الخضار كده كبير وحجمه حلو لانه صينيه واحده بس محتاجه كم خضار كبير. هتبل الفراخ بتاعتي بعد ما قطعتها بالثوم وشويه من الزيت، ممكن زيت زيتون، ممكن زيت نباتي عادي، ورشه من الفلفل الاسود، رشه من الزعتر، رشه من الكزبره. هحط كمان رشه من بهارات الفراخ، وكمان هحتاج شويه من الروزماري المجفف. اي حاجه من الحاجات دي مش موجوده عندكم مفيش مشكله خالص. وهنديها طبعا رشه من الملح علشان نظبط طعمها. نقلب بقى الحاجات دي كلها مع بعض، وكمان البابريكا. البابريكا بتظبط الطعم جدا وهتخلي النكهه حلوه قوي، خصوصا لو نوع البابريكا اللي عندكم حلوه ومدخنه كده، هتدي طعم حلو قوي ولون حلو للنجرسكو. قطعوا بقى الخضار زي ما تحبوا، عايزين تقطعوه جوليان زي ما انا عملت، او تقطعوه كيوبس صغيره كده زي ما تحبوا. المهم انكم تحاولوا تخلوا كل التقطيعه نفس الشكل تقريبا. استخدمنا من كل حاجه وحدايه بس الا الفلفل الاخضر 2، لانه الفلفل الاخضر بيبقى حجمه اصغر من الفلفل الالوان. زي ما انتم شايفين طبق خضار متكامل. اما كل الحاجات دي هتنزل النار، اما زيتون هو الحاجه الوحيده اللي هقطعها ومش هنزلها النار، يعني لما اطفي ان شاء الله. بعد كده بعد ما خلصت تقطيع كنت حاطه الميه تغلي على النار. اول ما غليت نزلت فيها ب 350 جرام من المكرونه الاسباجيتي. هي طبعا برضو الستاندر بتاعها تتعمل بمكرونه سباجيتي، اعملوها باي نوع مكرونه مش هتفرق يعني. بس يعني بنحب نعمل حاجه زي ما بنشتريها طبعا. هنزل بقى الفراخ بتاعتي تاخد صدمة. هي اول حاجة هتنزل في الطاسة. هنستخدم طاسة واسعة علشان معانا كمية خضار كبيرة. ننزل الفراخ تاخد صدمة، وبعدين البصل ياخد تشويحة خفيفة. انا مش عايزة البصل يستوي ولا يوصل للون شفاف، مجرد بس ما البصل يبتدي كده ان هو يفك من بعضه. انتوا عارفين ترانشات البصل كده بتبقى ملزقة في بعضها واحنا مقطعينها. بعد ما بننزلها في النار بتفك كده من بعضها بتتوزع كده مع الفراخ. مجرد ما نشوفها اتوزعت كده نبتدي ننزل بقى بالفلفل على طول، ونديله تشويحة هو كمان مع الفراخ. تمام. وطعم الحشوة دي مش قادرة اوصف لكم قد ايه حلو، قد ايه مميز، وقد ايه النكهة اصلية وزي ما بتتعمل على اصولها. حاجة كده نجريسكو اصلية. بعد ما طفيت بقى خلاص، بصوا الخضار يا دوب خد تقليبتين. انا مش بسوي الحاجه لانها لسه هتدخل الفرن كمان، وانا عايزه الخضار مزهزه كده وجميل. حطيت بقى الزيتون بعد ما طفيت. تعالوا بقى نعمل البشاميل. بشاميل تقليدي جدا، حابين تحطوا انتوا عليه اي اضافات دي حاجه ترجع لكم، انما انا مستخدمه لبن دسم وسمين، فانا مش محتاجه معاه، وسمنه بلدي كمان فمش محتاجه معاه اي حاجه. حطيت 4 معالق من السمن البلدي الطبيعي، وحطيت معاهم برضو 4 معالق من الدقيق، ورشة كده من الجنزبيل المفروم ناعم. وبعدين نزلت بحوالي 1.5 كيلو من اللبن. اللبن بتاعي كان ساقع، فالبشاميل اتحرك معايا بسهوله وما يكلكعش طول ما احنا ايدينا فيه بنقلب. انا حتى ما استخدمتش ويسك بالمعلقه الخشب كده اهو، ولا كلكع ولا بيعمل اي تخريزات ولا اي حاجه. كمان هديله شويه من الملح. واجي بقى على الصينيه بتاعتي اركب كل الحاجات، كل حاجه عندي بقت جاهزه. حطيت طبقه حلوه كده من البشاميل، وعليها نص كميه المكرونه. انا سالقه كميه بسيطه جدا من المكرونه مش كتير، بس حقيقي لما بتبقى الحاجة فيها خضار كتير ومكرونة قليل او مكرونة يدوب بنسبة مظبوطة، والبشاميل كده كتير وغرقانة في البشاميل، الطعم كان حكاية.
هنزل بقى بكل الحشوه بتاعتي في النص. بعد ما قلبت كده شويه نص المكرونه مع شويه البشاميل اللي حطيتهم في قاع الصينيه، وبعد كده نزلت بقى بباقي المكرونه. المهم ان انا اتاكدت ان الحشوه متغطيه بالمكرونه، وبعدين هغرقها بقى بالبشاميل. كميه البشاميل اللي لسه معايا اكتر من كميه البشاميل اللي انا حطيتها، علشان البشاميل هينزل وهيتغلغل جوه المكرونه كلها، وهيديني بقى ايه، هينزل من على الجناب كده، وهيديني كده احساس فظيع بقى وانا بقطعها كده زي ما شفتوها معايا اول الفيديو. هظبط شكلها شويه واوزع عليها شويه جبنه موتزاريلا خفيف جدا، يعني مش هنكتر، احنا بس عايزينها نديها جراتان، وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة. وعلى بال ما هي تستوي، انا قطعت كده، خرطت شوية ورق ريحان بالمخرطة عشان يتفرم معايا ناعم زي ما انتوا شايفين كده، وهوزعه على صينية المكرونة اول ما تطلع وهي لسه ايه، سخنة كده. بيديها ريحة بقى حلوة، وبينقلها في حتة ايطالي كده على جنب لوحدها. زرعوا ريحان في البيت، ريحته حلوة، بنستخدمه في وصفات كتير، بيقلب لنا طعم الاكل وبيخلينا حاسين ان احنا اكلنا بره. نقطع بقى صينية النجريسكو ونعيش احلى عالم من الحاجة، حاجة كده جوسي، حاجة كده بتدوب في البق. يا سلام بقى وهي انا قطعتها وهي لسه سخنة يا دوب، يعني خرجت من الفرن ما بقالهاش دقيقتين. آه لو سيبناها بالظبط 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير، هتجمد وهتبقى قطع على بعضها، تنفع يعني تتحط في الطبق قطع على بعضها. انما وهي بتنهار كده في صوص البشاميل بتاعها، طعمها خرافي يا جماعه، بالذات لو احنا في الشتاء والحاجه كده سخنه طالعه بنار الفرن، يعني بصراحه فظيعه، شهادتي مجروحه فيها. انا بحب البشاميلات تبقى دسمه كده وجميله. طبعا حابين تزودوا على البشاميل جبنه كريمي، هتديله طعم حلو. انما انا زي ما قلت لكم مستخدمه حاجات كلها طبيعيه جدا، اللبن بتاعي دسم جدا، السمنه البلدي سمنه بلدي طبيعيه، فاكتفيت بكده لانها فعلا كانت يعني مش محتاجه حاجه اكتر من اللي انا عملته فيها. شوفوا قد ايه كريميه جدا وناعمه وجوسي وبتدوب في البق. حقيقي حقيقي طعمها كان رائع، والوصفه فعلا حلوه قوي. جربوها بالتكنيك ده وبالتفاصيل دي، مش هتطلع معاكم فيها اي غلطة. طعمها حلو قوي، ما تستاهلش المبالغ فيها اللي بندفعها فيها بره. فجربوها في البيت بجد، هتستمتعوا جدا، وهتلاقوا وصفة متكاملة الأوصاف، مليانة بالخضار وبالبروتين وباللبن، وفي نفس الوقت هي مش مكلفة في كم اللحوم اللي تحط فيها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك، ولو اول مره بتشوفونا فما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو جديد هنزله. اسيبكم مع الفيديو، ونتقابل ان شاء الله قريب على خير، وجربوا الوصفه واكتبوا لي رايكم في التعليقات. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.